عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير دايما وسعادة. في الفيديو ده أنا عملت القرص حلوة جدا في الشتاء. وأكلة سريعة وفي نفس الوقت طعمها حلو. ممكن تاكليها مع كوباية شاي أو مع أي حاجة سخنة. وفي نفس الوقت هي خفيفة وطعمها حلو وسهلة. هتشوفي دلوقتي أنا عملتها ازاي. وبصي طرية جدا، هتقعد معاكي كام يوم وهتفضل زي ما هي. بصي بتتقطع سهل ازاي، حلوة جدا. ولو عملتيها هتعجب كل اللي في البيت. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش في لايك للفيديو. تعالي معايا نشوف الطريقة ازاي. اول حاجة معايا هنا 3 كوبايات ونص من الدقيق المنخول، لازم تنخليه. ومعايا هنا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقتين كبار من السكر، وشوية من الملح، شوية ملح صغيرين يعني ربع معلقة من الملح. وهنقلبهم كويس كده مع الدقيق. دي المكونات الجافة هنحطها الأول وبنقلبها، بنوزعها كده مع الدقيق. بعد كده هحط بقى السمنة. بحضر نص كوباية من السمنة أو الزبدة. بفضل ان هي تكون زبدة علشان تديكي طعم حلو في القرص. الزبدة بتدي طعم حلو قوي في القرص. وبتخليها طرية كده وطعمها بيبقى حلو. لو ما فيش زبدة ممكن تحطي سمنة، بس سمنة تكون يعني كويسة. بعد كده بقلب الدقيق كويس مع السمنة. الخطوة دي مهمة جدا. ما بتقلبوش بالمعلقة، لازم تقلبيه بايدك وتتأكدي. بصي انا قلبته بايدي، تأكدي زي البسبوسة كده. تأكدي ان كل الدقيق اتغطى بالسمنة او الزبدة بالشكل ده كده. دلوقتي انا قلبت الدقيق مع السمنة كويس جدا. وبعد كده حضرت معايا هنا كوباية من اللبن، او ده كان لبن عندي مقطع. لبن عادي او اللبن المقطع. لو عندك لبن قطع منك وحطاه في الفريزر ممكن تعملي بيها، يخلي القرص جميلة جدا معاكي. ده كنت جايبة لبن ولقيته قطع وحطيته في الفريزر وعملت بيه القرص حلو جدا. لو ما فيش اللبن المقطع ده ممكن تحطي كوباية من اللبن العادي، بس اللبن لازم يكون دافي. اللبن لازم تدفيه قبل ما تعجني بيه. بعد كده بلم بيه العجينة بتاعة القرص وبسيبها تخمر. لميتها كده وهسيبها تخمر لمدة ساعة. بصي طريقة ازاي، لازم تبقى معاكي طرية بالشكل ده كده، طرية كده. هسيبها تخمر بقى وبعد كده هرجع لكم بعد ما تخمر. لازم تغطي عليها برضو علشان العجينة معاكي تخمر وما تنشفش منك. دلوقتي اغطي عليها. دلوقتي العجينة خمرت معايا بالشكل ده. بعد كده بشكل العجينة بتاعتي كور على قد القرص اللي انا هعملها. يعني لو عايزة القرص كبيرة ممكن اعملها كور كبيرة، لو عايزة قرص صغيرة اعملها كور صغيرة. انا عملتها بالحجم ده كده، متوسطة مش كبيرة قوي ومش صغيرة. وبعد كده كل كورة بقى بتدوسي عليها بايدك تفرديها. اهم حاجة الخطوة دي، لان الخطوة دي اللي بتخليلك القرصة تبقى معاكي طرية او تبقى معاكي ناشفة. اهم حاجة ان انت لما تيجي تفردي القرصة ما تخليهاش رفيعة قوي وما تخليهاش تخينة. لو خليتيها رفيعة قوي بعد ما تستوي معاكي هتلاقيها نشفت وهتبقى زي العيش الناشف. فاحسن حاجة ان انتي ما تفرديهاش قوي وما تخليهاش برضو تخينة، عشان لو تخنتيها مش هتبقى مستوية من النص. فخليها وسط، تبقاش تخينة قوي وما تبقاش برضو رفيعة. دلوقتي انا جبت الصاج
دهنته زيت وحطيت فيه القرص، وهحطها على درجة حرارة 180 في النص، واشغل المروحة تطلع معايا القرص. بصوا جميلة جدا، ده شكل القرص بعد ما طلعت. عايزة اقولك احلى قرص ممكن تعمليها، وسهلة جدا، وكمان مش هتاخد معاكي اي وقت. وفي خطوة مهمة جدا لازم تعمليها علشان تطلع معاكي القرص طرية وتقعد معاكي فترة طرية، وزي القرص اللي بتجيبيها من الفرنة، بتبقى طرية وبتبقى جميلة. بعد ما القرص تطلع وهي سخنة بنرش عليها مية بالشكل ده كده، لازم وهي سخنة، يعني ما تستنيش لما تبرد وبعد كده رشي مية كتير على كل القرص بالشكل ده كده، علشان القرص معاكي تشرب المية دي وتفضل معاكي طرية ما تنشفش منك. وبالذات احنا في الشتاء دلوقتي القرص ممكن تنشف منك، فانتي لازم ترشي كويس مية علشان القرص تفضل معاكي طرية. بصوا عاملة ازاي، جميلة جدا وكمان طرية وبتقعد معاكي فترة جميلة جدا. جربوا طريقة القرص دي بجد جميلة. وكمان ممكن بعد كده لو قعدت معاكي اكتر من اسبوع بتسخنيها في الميكروويف، بتبقى كأنك لسه عاملاها دلوقتي، وبتبقى معاكي سخنة وطعمها حلو قوي. يا رب تكون القرص عجبتكم، والطريقة دي سهلة جدا ومش مكلفة خالص في القرص. اهم حاجة بس وانت بتعملي معلومة مهمة جدا، لو القرص معاكي لقيتيها ما اتحمرتش من فوق، شغلي الشواية من فوق، بس ما تشغليهاش على العالي، خليها على نار على نار متوسطة علشان تديكي اللون الذهبي اللي انت شايفاه ده، وكمان تبقى مستوية من فوق ومن تحت. ما تحطيش برضو الصاج في تحت عشان ما يتحرقش معاكي على طول وتستوي معاكي ومن جوه تبقى نية. فحطي الصاج قريب من النار بس، ما تحطيهوش تحت في الرف اللي تحت، هتطلع معاكي طرية زي ما انت شايفة كده، وهتطلع معاكي حلوة جدا وهتنجح معاكي. وكمان عايزة اقولك ما تخليش النار تبقى واطية، خليها عالية. لو انت هتبعدي مش هتحطيها تحت، خلي النار عالية عالية. وبكده اكون خلصت الفيديو، يا رب يكون عجبكم. مع السلامة.